حضراتكم عارفين فيلم الموميا ده كان ابيض واسود، اصلا كان ابيض واسود. اول ما دخل ان هو شادي كان صديق نادية لطفي، نادية لطفي وافقت انها تعمل المشهدين اللي حضراتكم شفتوها، فموافقه نادية لطفي دي زودت ميزانيه الفيلم وخلته من ابيض واسود لالوان. يعني شادي كان مستعد يشتغل بدون نادية لطفي ابيض واسود، ولما اشتغلت نادية لطفي اشتغل بيها الوان. شوفوا حضراتكم مدى مرونة المخرج ومدى فهمه، هو محتاج ايه؟ ابيض واسود هشتغل، الوان هشتغل، وهعمل عمل عظيم في الابيض والاسود، واقدر اعمل عمل عظيم في الالوان. في جزء اخير، كثير جدا من القصص الافلام القصيره ماخوذه عن قصص قصيره. انه زي ما قلت لحضراتكم المماثل في الادب الفيلم القصير هو القصه القصيره. بس تحويل قصه قصيره الى فيلم قصير مهاره خاصه. مهاره خاصه يعني مش اي حد